الأحياء الغربية، أنا شايفة إن ما شاء الله الأحياء الغربية فيها تقدم جميل جدا جدا. وهي كمان أحياء فيها أسعار في متناول الإيد. إزاي يعني؟ يعني مثلا زي الحي ال11 13 15 دول قفلوا إزاي؟ قفلوا في المباني، قفلوا في الأسعار. أقل قطع، أقل بيت دلوقتي مبني دور أو اتنين، أو دور متشطب، أو دور متشطب والتاني عمدان، لا إما 3 أدوار لا إما 4 أدوار متشطبين لا إما 4 أدوار مش متشطبين. ففي أسعار كبيرة، ففي أسعار كبيرة عليا لو أنا لسه واحد عايز أبدأ أشتري حاجة عمدان أو حاجة دور واحد بس، وعايز أبدأ من 2.5. فأنا ما عندش عارف أروح الأحياء دي لأنها بنت من بقالها فترة طويلة وخدماتها شغالة، وأحياء سكنت بالفعل وكل الناس بنت وبقوا يعني معاهم فترة كبيرة، بنوا بدل ما يبني أعمدة خلاص لا الفترة خلصت، فأنا مجبر إن أنا أبني دور وأشطب وأجهده، فالأسعار معايا سعرها مرتفع علي. فأنا عايز أبدأ من 2.5، 2.700، 2.800، وأبدأ من قواعد دور، دور وعمدان، دور متشطب ببدأ من 2.5 مثلا. ده لو دور. في حاجات أقل طبعا لو قواعد، عشان بس ما حدش يمسك في السعر ويقول لي انتي بتقولي سعر احنا عايزينك تجيبيني بنفس السعر ده. فاحنا بندي رينج او متناول، او انا هبدأ هعمل ايه. فالأحياء دي حلوة جدا، حاجة زي 28، 29، 30. التلات أحياء دول ما عادش فيهم تنازل غير لما تكون مشطب وجه الدور، ومشطب بواباتك لون، ومركب سوري، ومشطب بصورك ومركب بوابات البيت. كده يبقى في تنازل. في قطع أراضي فاضية، لسه في قطع أراضي فاضية فيها الأسعار طبعا قليلة، عشان هي فترة السماح واللي بيشتري لازم يبني. فقبل ما تشتري لازم تعرف انت رايح فين. الأحياء دي قفلت يعني الأرض اللي أنا هشتريها في الأحياء دي لازم أبنيها على طول. فالجهاز من فترة، عايزة اقول لكم المول ده نقل الاحياء دي نقلة تانية خالص. يبقى انا 28، 29، 30 دول التلات احياء اللي هما بيقولوا ايه بقى، اللي هو اللي 15 وال11 وال13. الاحياء دي انا كنت اشتري فيها ايه المقابل بتاعهم، بس لسه سعره قليل لان الناس لسه بادئه تبني، او الناس بنت وما شطبتش كامل وما بنتش ال4 ادوار، فهلاقي اسعار فيها في متناول الايد. يبقى ايه المقابل 11، 13، 15. المقابل بتاعهم دلوقتي 28، 29، 30. فيهم كل الاسعار، فيهم مبني وفيهم متشطب وفيهم لسه بادئ يبني، يعني دور وفي دورين يعني. الاسعار كده في الاحياء دي هتكون في متناول ايدي. طيب تعالوا اقول لكم كده، عايزه اقول الاحياء فيها تقدم فظيع الفتره دي ليه. يعني حي زي اللي كان نزل، جهاز مدينه العاشر من رمضان نزل قطع اراضي، ماشي 6 قطع اراضي بنشطر فيه. يعني ايه؟ يعني ما شاء الله شغال. جاي شغال على الاحياء دي هتنقل نقله تانية خالص. وزي ما قلت لكم المول اللي هناك ده كان مشغل الاحياء دي خالص، والاحياء دي اسكن ولا ايه دروسي ولا ايه مدارس ولا ايه سيرفيس ولا ايه خدمات. كل ما بعوزه، كل اللي هعوزه هلاقيه في الأحياء دي. كان في أراضي نزلت من الجهاز لإقامة أنشطة ترفيهية. هنتكلم بالتفاصيل، بس حطوا لايك بقى، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان الكل يستفاد. لو متابعينا على اليوتيوب تعالوا لي على الفيسبوك إيناس السيد. لو متابعينا على الفيسبوك تعالوا لي على قناة أو على اليوتيوب اكتبوا العشر من رمضان مع إيناس، هتلاقوا قناة اليوتيوب بتاعتنا، تابعونا عليها. اللي حابب يشتري أرض في العشر من رمضان، اللي حابب يشتري بيت، عندك أرض عايز تبيعها، عندك بيت، حابب تشتري أي حاجة في البلد في المدينة يعني، حابب تبيع أي حاجة عندك في المدينة، تواصلوا معانا. الرقم للجادين فقط 011 402 111 20. حابب تطلع رخصة، جواب حفر، عايز مكتب هندسي يبني لك، عايز تعمل تنازل لقطعة أرض فاضية، عندنا كل الإجراءات دي بنخلصها لك بالتوفيق للجميع. تعالوا بقى نتكلم النشاط الترفيهي أو ال5 قطع اللي كانوا نازلين داخل، كانوا بياخدوهم الحي لايه 30، 29، 28، 27. الأحياء دي ال4 أحياء دول نازل لهم أراضي نشاط ترفيهي 6 قطع نشاط ترفيهي. يعني الجهاز ما شاء الله أنا شايفة شغال هنا زي الفل. يعني مثلا كنا بنقول ايه، الحي ال11، 13، 15 اللي بيخدمهم فيهم أماكن ترفيهية، الدنيا فيهم حلوة قوي. في حاجة زي دايموند، في حاجة زي كارفور بتخدم الأحياء دي. طب ما أنا اديتك اهوت، اللي شايفة إن رئيس جهاز العاشر من رمضان ما شاء الله ادانا 6 قطع. انتوا عارفين المساحات بتبدأ من كام؟ من 2079 متر ل 47,058 متر. انتوا متخيلين؟ لإقامة أنشطة ترفيهية. يعني مثلا ممكن يكون عندنا حاجة، أو ممكن الأحياء الغربية دي يكون فيها حاجة زي إيه؟ زي مثلا دايموند. هنيجي نتكلم على دايموند.
اللي هو في مدينة العاشر من رمضان، اللي هو عند الأحياء الشرقية. في ايه؟ في مكان سينما، في فندق، في حمام سباحة، في مدينة ملاهي، في عندك كارفور بيخدمهم، في مدارس خاصة. هو اداك بقى الست قطع دول كلهم هيبقوا نشاط ترفيهي. نشاط ترفيهي ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في نادي، ممكن يجي حاجة زي دايموند كده، هما مستثمرين كبار اللي هياخدوا المساحات دي وهيظبطوا الدنيا هناك، فالأحياء دي هتتغير. انت الحاجة دي او الست قطع اللي نازلين نشاط ترفيهي دول هيبقوا فين؟ بين ال27 28 29 30، بس هيبقوا شرق المجاورة 30. هيبقوا شرق المجاورة 30. اللي هو يا جماله ايه الجمال ده، ايه التقدم الجميل اللي في الأحياء الغربية دي. وزي ما قلت لكم الأحياء الغربية دي حي زي 28 29 30، وطبعا في 32 وفي 33 وفي 26 وفي 31 وفي 27. لسه هنتكلم عن الأحياء دي في فيديو لوحدها، برضو فيها أحياء سكنت وفيها خدماتها. بس أنا بتكلم دلوقتي على الأربع أحياء دول أو الثلاث أحياء اللي هم ساكنين دول، إن أنا أسكن دلوقتي بسهولة وألاقي خدماتي بسهولة، وهم البديل للأحياء مثلا 13 11 15. 11 13 15 بنوا من زمان زي ما قلت لكم، فالأسعار فيهم كل اللي بنوا دور واتنين وتلاتة، مفيش حاجة على الدور واحد بس بدون تشطيب. فتلاقي الأسعار هناك زايدة، مش زايدة علشان هي الحياة هناك أحلى ودول وحشين، لأ، زايدة علشان هي الأسعار المباني الناس بنت أكتر، الناس بانية مباني أكبر في القطع. لكن 28 29 30 في ناس بنت دور واحد بس، في ناس لسه حاطة قواعد، في ناس حاطة قواعد وأعمدة، في ناس بنت دور وما شطبتش، في ناس بنت دورين وما شطبوش، فتلاقي الأسعار في متناول الإيد. فده البديل بتاع الستة ال 13 وال 15 وال 11، البديل بتاعهم ده. وطبعا بديلهم كمان في ايه؟ 33 و 32 ولسه ال 31. دلوقتي ما تجيش عند المميز عشان ما حدش يقول بترفع احياء وبتنزلي احياء. احنا بنتكلم حي حي، بنفنط الاحياء، بفنط لكم الدنيا عشان لو انت حابب تشتري في العشر من رمضان دماغك ما تلفش انا هروح فين واجي منين. اصلا عايز بيت ورحت احياء معينه لقيتها غاليه جدا، يبقى هي غاليه الاحياء دي علشان الاحياء دي احلى من الاحياء دي؟ لا طبعا، كله كويس. بس انا واجي اتكلم في بيت في ال 15 15 شطب واجهته، وفي ناس شطبت من جوه، في ناس بنت الدور والتاني. فتيجي تبص على السعر تلاقي السعر تقيل، بمقابل انا ممكن اطلع السبعة ال 28 29 و30 الاقي دور فيه قواعد بس او دور فيه اعمده بس، فيبقى سعره في متناول ايدي. فانا شايفه ان 5 قطع، سوري 6 قطع بنشاط ترفيهي يخدم الاربع احياء دول، هينقلهم نقله تانية جدا، هينقلهم نقلة تانية جدا. يعني كل الأحياء حلوة، اللي بيجي يشتري يقول لي انصحيني، أقول له كله كويس، انزل اتفرج وانت قرر هتروح فين. كل الأحياء حلوة بجد. يعني نشكر رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان. احنا بس عندنا بعض الطرق بقى في المدن الأحياء الجديدة، الحياة مثلا زي 28 ناس كتير عايزين نبدأ يكون في مدارس ويكون في خدمات. انت حضرتك عملت 13 15 11 عدد ما شاء الله، نتمنى 28 29 30 فيهم خدماتهم. هنرجع نتكلم في فيديو كامل عن ال 28 عشان خدماتها. مجاورة 2 ومجاورة 1 مفهومش مدارس ولا جنبهم مدارس، وفيهم نسبة سكان كبيرة. احنا عايزين مدارس في الأحياء دي في المجاورات دول. طب 3 سوري 4 و5 في وشهم الإسكان الاجتماعي، الإسكان الاجتماعي بيخدمهم 29 و30 بمدارسهم، وبرضه واحد من اتجاه 30 بيخدمهم هناك 29 وال30 بالمدارس بالخدمات اللي هناك. مثلا احنا نعوز ايه؟ عايزين أكشاك زي اللي موجودة في ال27 ده، بص على 31 اللي هي بتتأجر من الجهاز دي، عايزينها في اتجاه ال27 من 28 ل3 1 و2، يعني يكون في خدمات تخدمنا كده حلوة قوي في 28. هيبقى في فيديو مخصص لل28 ان شاء الله نوجهه لرئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان يظبط لنا الدنيا، او يكون في خدمات واحنا خلاص المدة انتهت وعايزين يكون في تليفون ويكون في غاز طبيعي يبدأ يتوصل في الأحياء الغربية. بالتوفيق للجميع، حطوا لايك اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، يا رب اكون في دير افادكم لاي حد حابب يشتري جديد. عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان جهاز حدائق العاشر بدأوا في مباني الحمد لله. ان شاء الله الايام الجايه تبقى احلى. طيب وكمان وزير الاسكان عين نائب ورئيس لجهاز حدائق العاشر من رمضان. يعني ايه؟ طالما انا عينت يبقى في جهاز قائم دلوقتي، في جهاز بدأوا يشتغلوا فيه.
فالعاشر بتتنقل فعلا، العاشر حرفيا كل يوم بتتنقل للأحسن، كل يوم بتتنقل للأحسن. يا رب اكون قدرت افيدكم عشان ما تلفوش حول نفسكم كتير، تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. مفيش حي اغلى من حي، بقى الحي ده اغلى عشان هو احسن، لا بالعكس، ده 28 قاعد ماسك اسعار، في الاسعار غاليه جدا، حتى الايجار قاعد عالي هناك، الدنيا قاعد هناك حلوه قوي. بقى يليه 29، يعني 29 و30 برضه مع 28. حطوا بقى لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس زي مش الفيديو عشان الكل يستفاد. لو حابين تشتركوا حاجه فانت 10 من رمضان، رقم يفوق الفيديو للتواصل، فون او واتس. اوقات يا جماعه ما حدش يزعل مني، في ناس بتزعل ما بردش كتير اوقات، بالله انا مضغوطه جدا، انا هعمل ايه؟ انا بصور ننزل انا عشان اعمل لكم فيديوهات وافضل ارد على الناس، وبروح اوقات الجهاز مع حد كده اليوم بيضيع مني، ما بعنتش بفضى اصور لكم زي الاول، او اوقات ما عنديش بفضى ارد على التليفون زي الاول، ما انا ليها طاقه برضه، ما حدش يزعل مني، محدش يقول لي انت هترد ولا. انا حاطه رساله مسجله على الواتساب، عشان في ناس بتتصل بتقول لي كلمينا، يقعدوا يتكلموا بالساعه، اللي عشان انا حاطه الرساله دي عشان اللي يتكلم او اللي يبعت يكون حاجه محتاج سؤال او استفسار بسيط، برد عليه في رساله. اللي حابب يشتري حاجه فانت 10 من رمضان بيكتب لي انا عايز كذا، برد عليه على طول. لكن في ناس تقول لا احنا منتظرينك، احنا عايزين فعلا الرساله تكون حتى مدفوعه الاجر، مفيش مشكله عندنا، لان احنا عايزين نكلمك فون ونقعد نستفسر بالربع والعشر دقايق. رغم ان انا اقول له الفيديو فيه كل تفاصيلك، يقول لا انا عايز من حضرتك انت تكلميني وتديني البيانات اللي انا عايزها او الاستفسارات اللي انا عايزها. فبالتوفيق للجميع، محدش يزعل مني، اوقات ما بردش، اوقات ما ممكن الواتس يجي واتس غيره فتتنسوا تحت. فلو انا ما ردتش واتس، معاكم التليفون رن فون، بس تكونوا بالله عليكم مقررين وعارفين الدنيا ماشيه ازاي، او هتروحوا على انهي اتجاه.